حضرتك، ونتمنى كلمة للجالية الإسلامية في فيينا تهديها النهارده في عيد الفطر المبارك 2023. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعيد جدا بتواجدكم، والحمد لله رب العالمين الذي بفضله تتم الصالحات، وتهنئة حارة لجميع المسلمين في العالم، وأخص التهنئة للإخوة والأخوات في النمسا بعمومها وفي فيينا بخصوصها، وكل عام وأنتم بخير. وسعدنا في الأيام الماضية بإقامة صلوات التهجد والقيام والتراويح في المركز الإسلامي في فيينا بحضور أعداد كبيرة الحمد لله من المسلمين والمسلمات. واليوم يوم العيد يفرح فيه الجميع، فجعلنا الله وإياكم من الفائزين. رسالة خاصة وشكر وتقدير للجالية ولرواد المسجد والمركز على وجه الخصوص خلال شهر رمضان، حيث الازدحامات وحيث فعلا ضغط كبير في الأعمال. أشكر لهم تفاعلهم وأشكر لهم اتباعهم للتعليمات، وهذا المكان مكان الجميع، ولا يمكن أن ننجح بدون التعاون بيننا جميعا. شكر لبلدية الحي 21 وشرطة فيينا، شرطة الحي 21 كذلك على ما بذلوه من تعاون لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق كذلك الأمن والسلام للجميع، وشكرا لكم على الاستضافة. شكرا ليك وكل سنة وحضرتك طيب، وشكرا انك فتحت لينا مكتبك اللي احنا نسجل معاك الحديث ده. أهلا وسهلا بكم على مكتب الجميع وأهلا بكم. كل سنة وحضرتك كل عام وأنتم بخير. شكرا لكم.